مع استخدامك الكتير للموبايل وانت بتعمل سكرولينج طول الوقت على فيسبوك، او انت بتلعب لعبه معينه، او انت بتغسل المواعين، او انت شغال شغلانه بتعتمد على ايدك، بيبتدي كده يظهر عندك الم في صباعك الكبير. الالم دوت اللي مع الوقت بيتحول ان هو مش بس الم بسيط، ده بيبقى الم شديد جدا من اول ايدك من هنا لغايه صباعك، بيخليك مش قادر تحرك صباعك دوت ولا تعمل بيه اي حاجه. الالم دوت ما جاش نتيجه خبط على صباعك، لا، الالم جه تدريجي مع الوقت. يلا بينا نعمل تمارين بسيطه وحاجات بسيطه تخلصك من الالم دوت تماما، عمليه دلوقتي، وبعد كده نعرف مع بعض ازاي المشكله دي حصلت. وببساطه جدا اول حاجه معانا اعمل كمادات ميه سخنه على منطقه صباعك من اول هنا كده لحد فوق، من اول هنا كده لحد فوق. هات كمادات ميه سخنه وحطها على صباعك، او ممكن تجيب مثلا اي حاجه فيها ميه سخنه، كوبايه مثلا كبيره فيها ميه سخنه، وتحط صباعك فيها لمده 10 دقائق. ده يكون بدايه كويسه جدا للتمارين اللي نعملها. تاني حاجه معانا ان انت هتجيب صباعك ده كده والمنطقه ديت، وتجيب صباعينك الاثنين دول، وتبتدي ان انت تضغط ضغط بسيط من اول كده بدايه ايدك وكف ايدك لغايه هنا كده. تبتدي تضغط ضغط بسيط وتحرك صباعك كده حركات دائريه في المكان ده اهو، بكل بساطه جدا جدا. اتمنى تكون شايف اهو، ببساطه جدا ضغط بسيط وحركات كده اهو، رايح جاي وانت طالع اهو، ضغط بسيط، وتفضل تعمل كده، تحرك وضغط بسيط، تحرك وضغط بسيط، وهكذا. وتفضل تعمل الحكايه ديت لمده 3 دقائق. ودي كده كانت تاني حاجه معانا. تالت حاجه معانا بكل بساطه ان انت هتجيب صباعك ده كده تحطه في ايدك كده وتقفل عليه، وتبتدي تنزل ايديك كده اكتر حاجه تقدر عليها، وتقوم كمان زائق بايدك دي كده. يعني ببساطه جدا دوت تمرين استرتش احنا بنعمله. بتحط صباعك كده في قلب ايدك وتقفل عليه، وتنزل ايدك كده، وتبتدي تكمل كمان الاسترتش بايدك التانية، بان انت بتضغط كده، بان انت تزود النزول ده كده. هنا في الوضع ده تحس ان في شد كده بسيط، انزل بالمقدار اللي يحسسك ان في شد في المكان دوت، ولكن مش ألم، مجرد شد بسيط. فانت بكل بساطة بتنزل واحدة واحدة، حسيت بالشد، تثبت في الوضع دوت لمده 30 ثانيه، وبعد كده تريح 30 ثانيه، وبعد كده تكرره كمان مرتين، يعني 3 ادوار، كل دور فيه 30 ثانيه من الاسترتش. خلاص التمرين دوت، نيجي على التمرين اللي بعده، وهو بكل بساطه ان انت بتبتدي نشغل العضله، ولكن بطريقه بتخفف الالم جدا وبتعالج من الالتهاب اللي فيها جدا، طريقه مختلفه كده ممكن تكون اول مره تشوفها. بكل بساطه هتبتدي اول حاجه ان انت تفرد ايديك كده وتنزل كف ايدك كده اهو، وانت بتنزل كف ايدك بتقوم ضامن صباعك كده، وتبتدي وانت في الوضع دوت تحاول ان انت ترفع صباعك كده، ولكن صباعك مش هيتحرك، لان ببساطه جدا وانت بتحاول تحرك صباعك بتبتدي تدي مقاومه بايدك التانيه، فالمقاومه دي تمنع حركه صباعك. العضلات شغاله ولكن الصباع ما بيتحركش، فتبتدي بكل بساطه انا هنا زائق صباعي، يعني انا لو سبت صباعي ده كده الاقي صباعي ده فلت كده، ولكن عشان انا مدي مقاومه صباعي ما بيتحركش. فهبتدي اول زاويه موطي ايديا كده، ضامن صباعي، بحاول افرده بقوه بتخلي ان الفرد والمقاومه اللي انا عاملها دي ما يخلونيش احس بالم. يبقى انا كده شغال صح، يعني ما افضلش بقى ان انا ازق جامد قوي وادي مقاومه جامد قوي واحس بالم. يعني لو انا حسيت بالم شديد كده غلط، ممكن احس بالم بسيط قادر اتحمله، كده انا صح. فبكل بساطه هحاول ارفع صباعي على مدي مقاومه واثبت في الوضع دوت لمده 6 عدات. اعد 6 عدات، 1 2 3 4 5 6، وبعد كده اريح 5 عدات، 1 ما بعملش اي حاجه وانا بعد 5 عدات. خلاص دوت. انا الاول كنت تاني ايديا كده وضامن صباعي، لا هبتدي بقى ارفع الريست بتاعي كده شويه وفرد صباعي شويه، ونفس اللي عملته هعمله تاني، ان انا بحاول ان انا ارفع صباعي ولكن مدي مقاومه، فصباعي ما بيتحركش ولكن العضلات شغاله اهو. برده نفس الحكايه، مقاومه وزق بسيط ما يسببليش الم، واعد 1 2 3 4 5 6، وبعد كده اريح 6 عدات ما بعملش اي حاجه. وبعد كده اجي اخر زاويه معايا، الاول انا رفعته سنه ورفعت صباعي سنه، لا ابتدي بقى ارفعه اكتر حاجه وافرد صباعي اكتر حاجه، ونفس الحكايه احاول ازق صباعي ولكن مدي مقاومه هنا اهو، واعد 6 عدات مقاومه والم قادر اتحمله مش الم صعب، 1 2 3 4 5 6 دوت كده عده واحده او دور واحد. فببساطه جدا اول حاجه بدات وانا منزل ايديا خالص كده قدام صباعي
وحاولت ادي مقاومه لبفرد صباعي، بعد كده رفعت ايديا سنه وفردت صباعي سنه، بعد كده رفعت ايديا اكتر وفردت صباعي اكتر. ده كده دور كل زاويه بثبت فيها 5 عدات ورايح 5 عدات، ده كده دور او عده واحده بعملها بقى ورا بعض 10 مرات، وبعد كده اريح 5 دقائق واعملها كمان 10 مرات. ودوت كده كان التمرين معانا. نيجي على التمرين اللي بعده عشان خاطر نسيت وراكم كام، وهو ببساطه جدا نوع برضو من تقويه العضلات، بيساعد في علاج الالتهابات وبيقوي العضلات وبيودي الالم بطريقه مهمه جدا جدا. ببساطه جدا هكون انا اعمل كده اهو، واجي احاول ازق صباعي ده كده، يعني انا بحاول ازق صباعي كده، بحاول ابعده كده اهو، ولكن انا بقى بدي مقاومه بايديا ده، ولكن مش المقاومه ديت الغرض منها ان صباعي ما يتحركش، لا ده الغرض منها ان انا ازق صباعي لجوه، يعني صباعي بيحاول يطلع ولكن انا مدي من هنا مقاومه اكبر من اللي هو بيزقها، فبالتالي بتكون المحصله ان انا اهو صباعي بيدخل هنا كده اهو بكل بساطه. لو انت مش شايف انا اهو بزق كده فصباعي بيدخل كده، الموضوع بالنسبه لك من هنا هيكون اوضح اهو. بحاول ان انا افرد كده ولكن بدي مقاومه من هنا وازق كده اهو افرد، ولكن خلي بالك ان انا بعمل كده في عدد وقت وانا بعد عدتين، يعني مش كده اهو، لا اهو 1 2 وبعد كده اقوم راجع، بعد كده 1 2 بعد كده اقوم راجع كده 1 2. خلي بالك برضو ان قوه زقتك ما تكونش ان هي تسبب لك الم، لا قوه بسيطه قادر تتحملها، وهو ببساطه جدا اهو 1 2 بعد كده اقوم مريح 1 2 بعد كده اقوم مريح 1 2 وهكذا، واعمل الحكايه دي 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. خلاص دوت هنجيب اي وزن عندك، انا هنا جايب الازازه ديت، انت هتجيب ازازه حتى ميه ساقعه ممكن اشرب منها انت هتجيب اي وزن، ازازه اي حاجه عندك، وبكل بساطه تبتدي ان انت اهو ايديك من هنا كده اهو نازله، فتبتدي انت ترفعها كده اهو. لو عندك اي وزن تقدر تعمل بيه اهو بكل بساطه، ايديا بتكون مايله كده بحاول ارفعها كده اهو 1 2 3 وهكذا، واعمل الحكايه دي 3 ادوار، كل دور فيه 12 عدد. ديت كده التمارين. بعد ما بخلص التمارين بحط كمادات بارده على منطقه صباعي ومنطقه الالم من اول هنا كده لحد صباعي كله، بحط كمادات بارده لمده 10 دقائق، بتودي من الاجهاد العضلي اللي حصل نتيجه التمارين، وكمان بتقلل جدا جدا من الالم اللي موجود عندي ومن الالتهابات. بحطها بعد ما بعمل التمارين دي. التمارين دي هتعملها مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، بالعدد والتكرار اللي قلنا عليه ده. بس خلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان انت في الفتره اللي الالم عندك زايد جدا ديت كده، عقبال ما التمارين تلاقي ليها نتيجه، حاول ان انت تقلل استخدامك على قد ما تقدر من صباعك الكبير ده. لو بتعمل اي حاجه حاول تستبدلها بالصباعين، يعني بصوابع ايديك عموما ما عدا الصباع دوت، عشان خاطر الموضوع يكون التمارين تلاقي نتيجه منها. بس كده دوت كده كان فيديو النهارده. لو انت بقى بيظهر عندك تنميل كده والم في 3 صوابعك دول مش بس صباعك دوت، هيظهر لك فيديو كده هنا على جنب تتفرج عليه، هيساعدك جدا ان انت تودي التنميل والالم اللي موجود في ال3 صوابع دول، هسيبه لك فوق اتفرج عليه. وبس كده دوت كده كان فيديو النهارده. بتمنى ليك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.